رمضان بيجري والأيام بتعدي من بين إيدينا بسرعة رهيبة، صح؟ وفجأة بنلاقي العيد خلاص على الأبواب، وإحنا لسه واقفين مكاننا بنسأل نفسنا: يا ترى هنلحق نلم كل المنهج ده؟ كتير مننا بيحس بالإحباط ده، إن الوقت ضيق والمواد متراكمة ورمضان قرب يخلص وإحنا لسه بنبدأ. بس خليني أقولك سر هيغير نظرتك تماماً: الوقت اللي فاضل كافي جداً لو عرفت تديره صح. أنت مش محتاج معجزة ولا محتاج تكون سوبر هيرو عشان تلم منهجك في الكام يوم دول. كل اللي محتاجه هو ذكاء في التعامل مع الوقت وخطة واضحة تمشي عليها. يلا بينا نكسر حاجز الخوف ونشوف هنعمل ده إزاي بالظبط. أولاً، واجه المنهج بقلب جامد. بلاش نظام الهروب للأمام. هات ورقة وقلم فوراً واكتب كل مادة وكل فصل ناقصك فيها. لما تشوف عدوك اللي هو المنهج مكتوب قدامك على الورق، هتحس إنه أصغر بكتير من الصورة المرعبة اللي في خيالك. ثانياً، طبق قاعدة الأولويات. مش كل الدروس زي بعضها، في دروس بتيجي في الامتحان بنسبة 90% وفي دروس فرعية. ابدأ بالتقيل، ابدأ باللي بيلم درجات، وخلص الأجزاء اللي بتسبب لك قلق الأول عشان ترتاح نفسياً. ثالثاً، وقتك في رمضان كنز مدفون. قسم يومك لكتل زمنية. استغل الساعة الذهبية اللي بعد السحور، دي وقت البركة والتركيز العالي. أو وقت ما بعد التراويح لو أنت كائن ليلي. اشتغل بنظام البومودورو، ذاكر 45 دقيقة بتركيز كامل وافصل 15 دقيقة. ده هيخلي عقلك دايما فايق وما بيزهقش. رابعاً، بلاش غرق في التفاصيل. مش وقت إنك تقرأ الكتاب كلمة كلمة من الجلدة للجلد. دلوقتي وقت الزبدة. اعتمد على الملخصات الوافية، فيديوهات المراجعة النهائية على يوتيوب، والملازم اللي بتلم الأفكار الأساسية. هدفك دلوقتي هو الاستيعاب الشامل مش الحفظ الحرفي. خامساً، الحل هو الحل. دي أهم نصيحة ممكن تسمعها. حل امتحانات السنين اللي فاتت هو اللي هيثبت المعلومة في دماغك فعلا. الحل بيعرفك شكل السؤال وبيكشف لك نقط ضعفك اللي محتاجة مراجعة سريعة. كل امتحان بتحله هو خطوة حقيقية ناحية النجاح. سادساً، اهتم بماكينة عقلك. جسمك محتاج شحن. اشرب مية كتير جدا من الفطار للسحور، لأن الجفاف بيقلل التركيز. ونام عدد ساعات كافي حتى لو متقطع. وابعد عن الأكل الدسم اللي بيكبس على نفسك ويخليك عاوز تنام. وأخيراً، وهي دي الخلاصة اللي هتخليك تكمل، خلي ثقتك في ربنا ملهاش حدود. ربنا بيقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وانت دلوقتي بتسعى وبتحاول، وتأكد إن تعبك طول السنة ومحاولتك دلوقتي مش هتضيع أبداً. بلاش توتر، بلاش يأس، وبلاش تقارن نفسك بغيرك. انت بطل حكايتك، وعندك القدرة إنك تبهر نفسك وتبهر أهلك. ابدأ دلوقتي حالاً ومن اللحظة دي. ما تقولش بكرة، لأن كل دقيقة بتعدي وانت بتذاكر هي طوبة بتبني بيها مستقبل أحلامك. العيد فرحة، وأجمل فرحة هي فرحة الإنجاز وإنك عملت اللي عليك. يلا هوم، خطط، استعن بالله وذاكر، ومستنيين نشوف نجاحك الباهر. بالتوفيق يا بطل.